متتبعين تواصل 24 نيوز، كنتواجدوا في مدينة فاس مع الأخ عماد اللي غيحكي لنا المشكل ديالو مع الأخ ديالو. شنو المشكل السي عماد وشنو واقع لك وشنو هاد كنشوفوا هاد الحالة هكا؟ شنو المشكل اخويا؟ السلام عليكم. انا هادشي اللي وقع لي طيحوا عليا واحد الباطل اللي كبير بزاف، حيت الاخ ديالي وزوجة الاخ ديالي اتهموني بواحد التهمه ديال الاغتصاب اللي انا اللي ما دايرهاش، وما تقبلتش هاد التهمه هادي، واضطريت باش نواجه الاخ ديالي باش نطلع نهضر معاه. الا سمحتي لي، الاغتصاب حولاش هاد الاغتصاب؟ اغتصاب ديال الابناء ديال الاخ ديالي. بنت شحال في عمرها؟ عامين. عامين. وانا اضطريت باش نواجه الاخ ديالي باش نهضر معاه على حساب هاد التهمه هادي، وطلعت لعندو الغرفه ديالو كنواجهو، وقلت له ها شنو كاين. هو شد عليا الباب ديال الغرفه ديالو وجبد عليا السلاح، السلاح الابيض. جبد عليا السلاح من نوع سكين، نقولوا السكين ديال الاضحيه، وجبد عليا عصا ديال البيسبول، وقال لي واش انت قابل بهذه المواجهه ديالي اللي كتواجهني؟ جيت انا اضطريت، قلت له انا جيت نقول لك غير هذا نقول له ايه هذا المشكل هذا، واش انت في خبارك هذا المشكل هذا اللي كتقولوا للزوجه ديالك؟ جا هو بقى كيدخل ويخرج في الموضوع. يعني التهمه الزوجه ديال الاخ ديالك هي اللي تهمتك بهذا؟ هي اللي متهماني بهذا الشيء هذا، حيت انا سمعت هذه الهضره هذه، سمعتها كدور في الدار، سمعتها من طرف الاخت الكبيره ديالي والاخت الصغيره ديالي. وانا فاش سمعت هذه الهضره هذه ما صبرتش، حاولت باش نواجهه. طلعت لعنده الغرفه ديالو، وهو دخل وشد عليا الباب وجبد السلاح الابيض وجبد العصا من نوع بيسبول، وقال لي واش انت قادر بمواجهه ديالي؟ واش انت كبرتي؟ واش انت المهم بزاف ديال الهضره اللي قال لي. الا سمحتي لي، واش انت كنتي عايش معاه في الدار؟ انا عشت معاه في الدار. شحال المده وانت عايش مع خوك؟ مدة 4 شهور هكا. 4 شهور. والاخ ديالي راه كيعرفني، راه هو اللي رباني، يعني انا داكشي اللي انا اضطريت باش نواجهه باش نهضر معاه، حيت هو عارفني، هو اللي رباني. انا من كنت صغير هو اللي رباني، وكان تيبدل لي بزاف د الحوايج. داكشي علاش انا ما اضطريت باش نواجه الاخ ديالي باش يعرف هذه التهمه اللي دارتها الزوجه ديالو. ولكن انا في التالي تصدمت، كنشوف انا هاد الهضره هادي اللي بقى كيقول لي انت واش كبرتي؟ واش انت قد براسك؟ المهم ما خلا ما شتم فيا بزاف د الكلمات، السب والشتم والمعيور، وحيت انه جبد السلاح وجبد العصا د البيسبول. يعني انا ما حسيتش براسي، تصدمت كاع بزاف داك الشيء اللي بقى تصدمت فيه، ما تقبلتش كاع داك اللقطه اللي دار كاع. بقيت هي مش تشوكيت كاع مع دماغي. بقيت كنهضر معاه واحد شويه، جبد عليا السلاح وبقى كيهددني، كيقول لي شنو قد براسك؟ شنو نديرو دابا؟ شنو تخرج للزنقات؟ شنو هذا؟ قلت له اخويا انا جاي نهضر معاك. بقى بحال كيدخل ويخرج في الهضره، كيقول لي كبرتي، وليتي نتايا وليتي باغي تهز عليا يديك، وليتي كذا. بقى كيدخل ويخرج في الهضره. صافي بقيت كنهضر معاه، هو بقى كيضربني المره الاولى، ضربني، هربت له، تخبعت له ما بين الناموسيه، عاوتاني بغى يضربني، عاوتاني هربت له من الجهه اليسرى. المهم بقيت كنتخبع له في اطراف البيت ديالو. في التالي فاش جا ضربني، جا عاوتاني المره الثانيه جا شير عليا هكا، ضربني هنايا في اليد ديالي. باش ضربني بالموس، ضربني هنايا بالجنويه، ضربني هنا في اليد ديالي. ضربني، بقيت شاد يدي وكنهضر معاه وكنرغبو، كنقول له اخويا وجا الله شنو درت لك اخويا؟ انا جيت نهضر معاك، انا اخويا، انا خوك الصغير، وانا هذا كنهضر معاه بحال هكا. هو معصب عليا بزاف، معصب عليا. تبقى التالي عيط للزوجه ديالو، اتصل بالزوجه ديالو، وهي هذيك واحد الساعه حضرت الزوجه ديالو،
حضرت الزوجه ديالو كان عندها السارود ديال البيت كتدخل علينا، دخلت للبيت بقات حتى هي تزادت معاه بحال بقات زادت معاه بحال بقات كتشجعو على داك الشيء اللي كيدير. تدخلت الاخت ديالي، دخلت حتى هي عاوتاني بقى المهم بقى في التالي كيقول للزوجه ديالك كيقول لها شنو دار لي يقول لي شنو دار لي لولادي، شنو دار لي لولادي. انا راني سمعت منك انت كديري شي كديري داك اش كنقولوا لها الشهاده الطبيه، سمعت شي خبر انك كديري شهاده طبيه للولاد ديالي، ولكن ما عرفتش البنت ديالو. البنت ديالك، ولكن ما عرفتش بالضبط شنو المشكل. قال لها شنو دار لي الولاد ديالي هكا. دخلت الزوجه ديالو صحابني غادي تقول له شي حاجه، لا الزوجه ديالو بقات معاه، بقات كتساعدو. دخلت اختي حتى هي دخلت، بقات كترغبو، بقينا كنرغبو كاملين. هو كيقول لك لا غادي نضرب انا كلش، حيدهم قدامي ولا نضربكم كاملين. بقاك المهم كيشير التشيره الاولى، هربت له. هذه اختي بغا كان غادي يضربها، اختي بقيت كنرغبو انا على اختي، كنقول له ابعد منها، دايره عندها وليداتها، الله يجازيك بخير اخويا، الله يرحم لك الوالدين. هكا كنقول له غير ابعد من الاخت ديالي، عندها وليداتها، هي ما تاديهاش. المهم انا فاش شد داك اللقطه، انا السيد حامر عليا باغي يقتلني، اضطريت انني نهرب انا براسي، لان شفتو هو بحالي باغي يقتلني غير انا. اضطريت انني نهرب براسي. لقيت واحد النافذه ديال البالكو هي هذيك، لقيتها مهزوزه واحد شويه مفتوح. بغيت باش نهرب بحالاتي، باش نشوف شي حاجه، شي طريقه باش كيفاش نهبط، لان ما كانش داك البانكو عالي بزاف. قلت نقدر نتشعبط ما بين الحديد ونهبط للشباك التحتاني ولا شي حاجه. هي هذيك انا دخلت البانكو، هما تبعوني. البالكو الطابق الاول. الطابق الاول هما تبعوني بجوج، هي ديك بغيت انا يلاه هزيت رجلي، بغيت نشوف شي طريقه كيفاش هذا تنحس بشي واحد دفعني. هي هذيك ما حسيتش براسي تلقى راسي في الارض. دابا ملي طحتي انت دابا تهرستي، وشنو وقع لك دابا؟ لا فاش طحت انا طحت على رجلي صافي، كنشوف رجلي عوجه وغير برجل وحده، بقيت ما حسيتش براسي، بقيت والدم عندي هنايا طحت على السنان ديالي. طاكيت هي بهاد اليد هادي، تفرعوا لي سناني وتهرست لي هاد الرجل ديالي كلها، هادي كلها عندي مفروعه من هنايا، كلها مفروعه دابا عندي مهرسه. واخا هو الوقت اللي وقع لك المشكل اتصلتوا بالامن الاسعاف؟ لا هو اللي اتصل بالامن واتصل بالاسعاف. حنا واخا اتصلت الاخت ديالي والام ديالي كانت على برا، كانت تتصل بهم، ما حضروش ديك الساعات رجال الامن. ولما اتصل بهم هو جاو حضروه هما. فاش اتصل بهم حضروا ديك الساعات، حضروا. جات لامبيلونس وجات الشرطه. هي هذيك جات الاخت ديالي هبطت، فاش كنت انا طايح في الارض جات الاخت ديالي هبطت، بقات مسكينه، بقات مشوكيه، بغات تهزني، لقات رجلي كلها مهرسه. هذه بقيت كتشوف هي، قلت انا عطيتها السارود ديال الباب، قلت لها هاك اختي السارود ديال الباب باش تفتحي الباب، باش تمشي تعيطي للشرطه وتنتيا ولا تعيطي لامبيلونس. هو دفعها وسبها وقال لها سيري تمشي بحالاتك. دفعها، خرجت هي بوحدها، وبقيت انا مهرس. داك الساعات كنشوف انا هما جروني هو والزوجه ديالو، دخلوني للصاله. انت مضروب ودخل؟ دخلوني للصاله ديال الداخل، دخلوني للصاله، دخلوني للصاله ديال الدار. هي هذيك انا دماياتي كتشرشر من فمي ورجلي مهرسه وحالتي حاله. كتنسمعهم هما طلعوا للغرفه، كنسمعوا هو ومراته سمحوا فيا وطلعوا للغرفه، كتصل بالاخ ديالها. الاخ ديالها كتصل به وكتقول له خصك تدي شي امانه. الاخ ديالها اش كيدير؟ هذا الاخ ديالها كيخدم حتى هو، ما عرفتش ريستورا ولا شي حاجه. هي هذيك انا مهرس لتحت، هما طلعوا الفوق للبيت دغيا، ما عرفت شنو داروا، واش مسحوا داك الدم ولا والله ما عرفت بالضبط. انا راني لتحت مهرس
حتى تنسمعهم هما كيتصلوا بالاخ ديالو دغيا حضر الاخ ديالو ما عطاوه شي حاجه داها. انا كنظن انا هذاك الموس باش ضربني عطاه الاخ ديالها ولا ما عرفتش والله ما بقيت عاقل بالضبط. المهم انا مهرس داك الساعات، انا راه واحد العيم على الدم ديالي وشد في راسي. واخا ملي جاو الامن، واش انت كنتي في الشارع باقي طايح ولا دخلوك لا، للدار؟ الداخل فاش جات لومبيلونس جات هزوني من الداخل، هزوني من الصاله ديال هذا، هزوني من يعني من الصالون الداخل ديالو. واخا وملي جاو الامن باش شنو قال الامن؟ فاش جا الامن بقى كيهضر معاهم غير هو داك الساعات لباس حوايجه، وما بقاش هو لابس غير داك الحوايج ديال الملابس الداخليه، لبس حوايجه وهبط كيواجه الامن وكيهضر معاهم. وجات لومبيلونس هزاتني، جاو رجال الوقايه المدنيه هزوني وطلعوني في لومبيلونس. هذا الاخ ديالك شنو العمل ديالو؟ وهو كيخدم في حتى هو تيخدم في الامن. رجل امن. رجل امن. واخا وعندك شهاده طبيه؟ لا ما عنديش شهاده طبيه. علاش؟ حيت انا فاش مشيت لتمايا طلبوا لي، فاش دخلت انا لتمايا وداروا لي العمليه وهذا، طلبوا لي واحد المبلغ مالي باش ندي العمليه باش نخرج من الكلينيك. شحال المبلغ؟ المبلغ لي هو شي 1,170,000. ودابا ما خلصتيش المبلغ عليها ما عطاوك شهاده طبيه؟ لا، هما طلبوا لي قالوا لي واش عندك لامو ولا عندك داك هذا الرامد. الرامد. طلبوا لي اما لامو اما الرامد. انت ما عندك؟ انا ما عندي حتى حاجه، ما كنت مصوب حتى حاجه، وكانت عندي اصلا لاكارت ناسيونال كانت عندي ميته. وشنو كتطلب دابا من الجهات المسؤوله؟ كنطلب بالحق ديالي وكنطلب بالمساعده الناس اللي جازاهم بخير يساعدوني باش نخلص هذا المبلغ هذا، حيت راني دابا موقف رجلي، ما درت لا راديو وما درت ما عندي لا دواء لا والو. شنو العمل ديالك؟ العمل ديالي انا كندير الصباغه. كندير صباغه المنازل، كنخدم مع الناس وكنبريكولي مره وصافي. سي عماد، دابا السكن شنو سمعت على ان غير المحسنين اللي عاطينكم هذا السكن هذا؟ واحد الناس اللي فاش سمعوا هذا الخبر ديالي هما اللي مساكن عطاوني هذا السكن هذا وداروا فيا واحد الخير كبير، اللي فرشوا لي هاد البلاصه هذه وخلاوني وكيعناو بيا وكيجيبوا لي الماكله. هما هاد الناس هما اللي دايرين فيا هذا الخير هذا. دابا سمعت لكن ما عندكم في الدار لا ضو ولا ما؟ لا ما فيها لا ضو لا ما، غير الناس اللي كيعمروا لنا مساكن كيديروا فينا الخير، كيعمروا لنا الماء هنايا ودايرين لنا واحد الشريطه كيضويو عليا في الليل وصافي. واش الاخ ديالكم كنتي عايش انت والام والاخت ديالكم كلكم معاه في هاد الفيلا؟ كنا عايشين كاملين، كانت عايشه الام ديالي وعايشه الاخت ديالي الصغيره، وعيطت على الاخت ديالي الكبيره عاشت معنا حتى هي في التاني. دابا غدير شي نداء للمحسنين؟ بغيت ندير واحد النداء للمحسنين اللي يجازيهم بخير باش يعاونوني في هاد الدوسي هذا ديال المركب ديال السبيطار ديال حسندو، حيت هما ما عطاوني والو، عطاوني غير هاد الدوسي هذا وقالوا لي خصك تخلص ضروري باش نعطيوك الدواء ونعطيوك نديروا لك الراديونات ونديروا لك بزاف د الحوايج. قالوا لي خصك تخلص واحد المبلغ. شحال هذا المبلغ؟ المبلغ اللي هو 1,170,000. دابا عليها ما عطاوك لا دواء لا شهاده طبيه لا حتى حاجه حتى تخلص داك المبلغ؟ ما بغاوش كاع يعطيوني حتى حاجه، قالوا لي فاش مشات عندهم الوالده ديالي مشات عندهم ومشى عندهم الاب ديالي قال لك خصك ضروري تخلص هذا المبلغ هذا باش نعطيوك الدوايات ونتبعوا معاك الحاله ديالك تنشوفوا الرجل ديالك فين توصل. دابا غدير نداء للمحسنين؟ بغيت ندير واحد النداء للمحسنين اللي يجازيهم بخير، الله يرحم لكم الوالدين لما عاونوني باش نخلص هذا الشيء هذا ديالي ديال هذا باش نتبع العلاج ديالي، لان الرجل ديالي دابا كل نهار على النهار كنحس بها بحال كتحرقني، ما كنستعمل لا دواء ما كنستعمل حتى حاجه.
نقول اخويا الهاتف ديالك، الرقم ديالك، باش الناس اللي غيتعاطف معاك يكون اتصال بك مباشرة. الرقم ديالي اللي هو 0664 68 14 54. معنا الاخت ديال عماد، اش غتقول لنا اختي على هذا المشكل اللي وقع لخوك وانت حاضره في الواقعه ياك؟ كنت حاضرة في الواقعة. الأخ ديالي ما تقبلش داك التهم اللي منسوبة ليه، اللي كتهموا بها الزوجة ديال الأخ ديالي، حيت كانت كتقيل كتعيط لها في التليفون كتقول لي خوك دار وخوك دار، وكتقول لي سكتي ما تقولي حتى شي حاجة، المهم حنا غنشوفوا شنو غنديروا، بحال اللي كتهددني كتلوي لي دراعي. رانا خويا كان داك النهار حاضر، سمعني كنهضر انا وياها في التليفون بحال ما تقبلش. شاف خوه جا من الخدمه ديالو، طلع عنده البيت ديالو، قال لك انا غنواجه. انا مازال كنهضر في التليفون معاها، تتفاجأت بخويا طلع للفوق عند خوه. ما تقبلتش، انا خفت. هي هذيك طلعت موراهم كنسبق، لقيت خويا دخل عنده الغرفه ديالو، وبقيت كندق هكا وكنحل الباب، لقيت الباب مسدوده، الباب طرقها بالساروت واقيلا من الداخل ولا ما عرفتش. هي هذيك حتى كنسمعهم كيتحاوروا بيناتهم. في الاول بقيت كنتصنت، ما كنسمع والو، كنسمع السهات شي شويه. كنسمع خويا الكبير تيقول للخاي الصغير هذا عماد، كيقول له انت طالع عندي كتبان عليا كتبوب عليا، هذا علاش طالع عندي وهادي، وبزاف الهضره كيقول له واش انت راجل قد براسك. صافي عرفت القضيه غتكبر. بقيت كنضرب في داك الباب، كنزدح فيها وكنغوت، كنقول له اخويا حل الباب غير ندخل بيناتكم، وما حلي، ما بغاش يحلي الباب. وهذا الاخ ديالي عماد اللي وقع له مسكين هذا الحادث هذا، كيستنجد به، كيقول له اخويا انا خوك، انا راه ما داير لك حتى حاجه، انا طلعت غير نهضر معاك، انا راه ما داير لك حتى شي حاجه، انا ما طلعتش نتواجه معاك ولا نبين عليك راسي ولا شي حاجه، انا طلعت غير نهضر معاك. وتيقول له قد تخرج براسك، اختار باش تموت، واش بهادي ولا بهادي. يعني انا كنت داك الساعه من داك الساعه كنت من خلف الباب، انا ما عرفت حتى شي حاجه، كنسمع غير هاد الهضره هادي. بقيت انا كنغزل. صافي قلت القضيه كبرت. هي هذيك شحال وانا في الباب كندق، كنتفاجئ بالزوجه ديالو جات، واش هو اتصل بها، واش من اثر المكالمه ديالي انا اللي كنت كنهضر انا وياها سمعت وجات كتسبق. المهم هي عندها سوارد الغرفه، حلت الغرفه، منين دخلت انا وياها، كنلقى خويا مضروب هنا مسكين وشاد في يدو هكا وجالس في الزاويه ديال الغرفه، مضروب بشفره، وداك الشفره في يد الاخ ديالي وفيها الدم، في الراس ديالها الدم، الشفره ديال الاضحيه د العيد والقبطه ديالها كحله. راه مازال لحد الان مازال داكشي كله مازال عندي هنا في الدماغ ديالي، ما بغاش يتحيد لي داك المسرح الجريمه اللي وقعت قدامي. منين بقيت انا كان هذا وزدت عند خويا كنرغبو، خويا العافاك الله يسهل عليك، كنبوس له يديه ورجليه، هذا راه خوك على الشيطان. هو مازال مصمم على الراي ديالو، كيقول له باش تموت. انا غير ضربته، قال لي هذيك هي ضربه عاديه، مازال غنكمل عليه. من هي هذيك مراته بقات كتهضر معاه كتقول له صافي ما توصلوش لهذا المستوى هذا. منين انا قلت لها شوفي هذا الشيء هذا ما تخليوش يكبر، صافي سيتي الا درت شي حاجه هذا. وهي زادت لعندي كتشدني هكا وكتشنشلني، كتقولي عماد ما دارش، عماد دار بحال اللي كتقول له شوف هذه ما كتقول بالله راه عماد ما دارش، بحال اللي بغات الزوج ديالها كتحرشو بالله يولي عاوتاني يرجع لي انا يضربني. بقيت انا تنقول لهم انا راني داخله غير بخيط ابيض، انا راه ما داخلاش انني باش ندير شي مشكل. الله يعطيكم الستر، الا كنتو دايرين هذا الشيء كله باش انا نمشي بحالي، جبتوني سكنتوني معاكم وبغيتوني باش نمشي بحالي، انا نمشي بحالي بلا ما يطيح هذا المشكل هذا كله بسببي. الله يخليكم. كنستنجد عليهم، هو تيقول لي ياك تنتي باغيه هذا وتنتي غادي نضربك نخلطك معاه، كيقول لي تنتي غنخلطك معاه، توالم انني نذبحك دابا ونطير لك راسك ونحطك قدامه. بقيت انا كنرجف، وليت كنضطر انني منين شفتهم عينيهم بجوجهم محمرين والسيده كداكه عليه كتقول له هادو خوتك مساندينو وهو دار هو فعل هو صنع، وهي زايده باركه على راجلها باش يقوم بشي جريمه اخرى. وليت انني شنو وليت كندير؟ بقيت كنستغفر الله وكنقول يا رب تخرجنا من هذا المشكل هذا. بقيت كنغبو وكنطيح له على رجليه وكنطيح لخويا المرتو حتى هي بقيت كنغبها ونطيح لها على رجليها وكنقول لها اختي الله يعطيك الصبر خلينا نمشيو بحالنا، هاد الولد راه ما دار حتى شي حاجه وانا راه ما درت حتى شي حاجه، عافاكم خليونا يمشيو بحالنا، عندي وليداتي. خويا واخا غارق في الدم ديالو مسكين وهذا تيقول لهم عافاكم، حيت
تاروا فيا بجوجهم، فيا انا بوحدي. وليت كنقول دار خويا وخاف دمو مسكين و6 اشهر ديالو عامر بالدم، كيقول لهم عافاكم هذيك راه عندها وليداتها، ما تيتموش وليداتها عليا، الله يسهل عليكم خليوها تمشي. منين هذا هو طاير وكيقول لخوه جبد واحد هذه العصا البيسبول كبيره وبحال اللي موجد الاسلحه ديالو في البلاكار، مشى جبدها وكيقول له شنو ما بغيتيش تموت بهذا السلاح الابيض، تموت بهادي. وانا كنرجف هكا كنرجف، والسيد زامتو زاد منين بقاني كنت انا كنرغبو، زاد عند الاخ ديالو بغى يضربو، انا زدت عنده كنرويلو على رجلو كنرغبو كنبوسلو رجليه، هو لابس غير شورت اللي كيدار من تحت السروال، ما لابس حاجه زبط، لابس غير ملابس داخليه وزبط، وعينيه فيهم الشر وكدير هكا اليد كدير هكا، سيد مرفوع. وانا صافي بقيت كنرغب ونزاوك بحال اللي جريته لعندي، بحال اللي تلفتو. خويا مسكين مشى يلتجئ للغور لهذا البانكو، وداك البانكو هابطو الستار بحال غير واحد الفراغ من تحت منه، مشى كيلتجئ منه كيهرب. منين شفتو غادي يهرب انا مشيت التجأت للغرفه، حليت الباب الغرفه وسبكت وهربت حتى كان نتواجد شفت خويا انه طايح، ما عرفتش انا واش طاح راسو، واش منين شي يهرب طاح راسو، واش دفعوه، واش هذا. لقيته مسكين بدمو غارق، فمو كله مضروب، والتيشورت ديالو خلاص كان عامر بالدم، ورجلو دايره هكا راجع للور. مشيت بغيت نحل الباب ديال الفيلا الجرده، ما عندي لا ساروت لا والو، حيت الام ديالي كانت هي والاطفال ديالي خرجتهم كانوا في الجرده. منين شافت داكشي هذا هربت بالاطفال ديالي، مشيت نحل الباب لقيتها مسدوده بالساروت. وليت هي هذيك كنهضر مع خاي بغيت نهزو، ما قدرتش كنهزو، الولد مسكين ثقيل ورجلو ملويه ما قدر لا يوقف لا والو. وقال لي خاي الصغير قال لي اختي هي عندي واحد الساروت في الجيب ديالي، خوديه وسيري حلي الباب ديال الفيلا وهربي اختي، انا راه ما بقى لي لا يد لا رجل باش نهدا، صافي لا بغى يكمل عليا غير يكمل عليا. حليت انا داك الباب وهكاك هز عليا خاي بغيت نهزو، ملي جيت نهزو ونجرو هكا جا الاخر، جا الاخ ديالي الكبير شنو دار، دفعني وضربني بسقله هكا لوجهي مع داك الباب. من ما ادى عليا خرجت من داك الباب حيت كنت حلها. بقى داك الولد هكا، مشيت كنغوت وكنهاربه وكنغوت وكنستنجد بالناس، كنعيط للبوليس بالهاتف ديالي، ما جاوبني حتى واحد، ما جا عندي حتى شي واحد. داك الولد بقى مسكين مليوه في داك الجرده. بقيت انا واقفه برا وكنشوف، ملي بقيت كنشوف مراتو هازه الجفاف كتمسح الدم من البعيد، كنشوفها كنمسح الدم، كنقول لهم حرام عليكم، كنقول له هذاك راه خوك، هذاك راه خوك، حرام عليكم، هذاك راه خوك، شنو دايرين في ديك الحاجه. وهما جالسين كيهضروا، حتى منين شفتو خارج عندي وليت هربت مشيت كنقلب على امي والاطفال ديالي، لقيتهم في واحد الدرب وكتعيط امي بالعاده، قلت لها صافي عماد مشى، عماد واش يبقى حي ولا يموت، ما عرفتوش شنو وقع به، عماد خويا راه ما خلاونيش ناقضو. صافي هذيك بقيت شي شويه كنسمع على اسعاف جات في ظرف ثانيه، واخا انني عيطت لها مرارا وتكرارا نجاوب، منين عيط لهم هما جاو، ومنين عيط البوليس جاو المطريه واش صحابو ولا شكون. زدت انا الباب الفيلا كنقول لهم حرام عليكم هادشي اللي درتو، هاد الولد ما دار حتى حاجه. وجات مراتو جات عندي وبقات كتنتفني وكتغوت وكتضربني هكا وتديني وتجيبني. وبالتالي قلت لها انا حرام عليك خويا ما درت حتى شي حاجه، علاش درتوا لها هادشي، انت سبب هذا المشكل. قالت لي كتقولي اصبر لك، وبقات كتشدني وتدير لي هكا. وجا هو قدام البوليس شدني وضربني بجوج تصرفيقات. وجا داك البوليسي كنقول له حرام هادشي هذا، والبوليسي راني عاقل على الصوره ديالو دفعني، قال لي سيري انت هاجمه، اش دخلك في هادشي، سيري هاجمه. وضربني هكا ودفعني وش ندير لي وجهي هكا. سمحي لي اختي دابا كيقول لك هاجمه، واش انت كنتي ساكنه؟ انا كنت ساكنه معاهم، ساكنه معاهم مده شهرين وزايد. منين سالاو وليداتي القرايه سالاو في وسط شهر 5. جبت انا الحويجات ديالي، قال لي الاخ ديالي حقا انت ساكنه في صهب الورد حي شعبي، وراجلي ما كانش، راجلي كان مسافر في الداخله. قال لي اختي اجي تسكني معانا، اجي جلسي معانا. قلت له خويا ما نسكنش معاك يوقع المشاكل. قال لي لا غير اجي مع الوليد عندي، كان صغير كان كيخرج لي الزنقه، كنت كنخاف عليه. هي هذيك جرني بوسيله بطريقه غير بهذا كيجرني. اختي لا عطاك السر غير يجي وليدك غيتربى في بلاصه نقيه وغيتربى مع الام ديالك، وانا غنجيب الخاله ديالك حتى هي غتربي لنا الاطفال ديالنا. الخاله ديالي اللي جابها حتى هي في الوقت اللي جيت انا.
واخا اختي خالتك كانت حاضره لوقت المشكل المشكل اللي وقع لعماد ما كانتش حاضره، انا اللي كنت حاضره، انا والام ديالو. حضرت هي غير في المشكل اللي وقع لي انا معاه. صافي هذيك انا صافي منين هذا جيت بقيت كنهضر معاهم، داك هذا الامن ضربني. صافي وليت مشيت بحالي، مشيت كنغوت وكنبكي. بقيت كنقول لا كاين لا قانون لا كاين حتى شي حاجه في هذه البلاد. واش الولد هذا هما مشاو داروا المحضر ديالهم، داروا شنو داروا في المحضر. حنا منين سولنا لقيناهم داروا عيطوا للامن وعيطوا بالله هذا السيد هذا اللي هو الاخ ديالي عماد بحال يطلع نهضر مع خوه، وخويا بحال اللي ما تقبلش الحوار بينه وبين خوه مشى انتحر. وهادشي ما كاينش، هادشي في المرأة العين ديالي انا. ما كاينش انه طلع باش انه يهضر معاه وهو ما داش معاه في الهضره وما تقبلش الحوار. واخا اختي انت الضرب اللي ضربك درتي شي شكايه؟ ما درت شكايه. انا كان ضربني نهار 16 في الشهر، ضربني. انا كنت مريضه داك النهار بالحد مع الساعه 12 النهار. انا كنت ناعسه في الفوقي حيت كان عطيني واحد الشومبر في الفوقي ناعسه. نط مع داك شويه 12 النهار، هبط قول 11 ونص هكا، هبط للسفلي. لقيت الوليدات ديالي كيفطروا والخاله ديالي كتفطر هي وياهم والام ديالي. لقيتهم كلاو مساكن وداك الشيء ما بقاليش انا باش نفطر، بقاليش البيض. هذا الشيء طلع على فيلم على البيض. جات الخاله ديالي شافتني مريضه مسكينه من باب الانسانيه، قالت لي انا نوجد لك ما تاكلي. قلت لها صافي خالتي راه ما قداش ناكل. ناضت مسكينه راسها، انا ما سخرتها ما والو. ناضت راسها مشات كتصوب لي البيض في هذا، كتقلي لي البيض. جاو قال لها لمن كتسخري لمن هذا خايل كبير اللي مول المشكل. قالت له انا كنصوب الرجاء كنصوب لها الفطور. قال لها ما تصوبي حتى شي واحد وما تخدمي حتى شي واحد، انا جايبك عندي ما جايبك عند حتى شي واحد، جايبك عندي انت، جايبك تخدميني انا وتخدمي الاطفال ديالي انا، وما جايبك عند حتى واحد خدامه. ديال الخاله ديالك كيتعامل معها بواحد العنف ودفعها ورمى داك البيض وهرس داك الشيء اللي كانت هازه في يديه وقلب داك المقله. جيت انا منين شفتو كيتعامل بالعنف وهذا، والسيده بقات كتبكي في الكوزينه. بقيت كنهضر معاه انا في سيجور، بقيت كنهضر معاه. قلت له خويا وما قدرتش نهضر، كنت سخفانه ومريضه. قلت له خويا عافاك مالك كدير هذا الشيء هذا، شنو درنا لك؟ انا راه خويا ما سخرتهاش، هي راه غير مسكينه راسها طلع ناضت تسخر لي. جا هو قال لي عليك انت كنقلب، وزاد لعندي وطار فيا. شد لي راسي هكا وبقى كيضربوا لي مع الحيط باط مما ادى ليا بهذا الراس ديالي تفلقت من هنا وتفلقت هنا، الراس ديالي تنفخ من هنا وتنفخ من هنا، وقلب داك الطبله تهرسوا فيها الكيسان وجرني من الشعر ديالي وجرني على داك الكيسان، مما ادى ليا دخل لي شقف ديال الدجاج في رجلي من هنا، رجلي اليمنى دخل لي شقف الدجاج، رجلي بقات كتسيل بالدم. وقدام الاولاد ديالي كيشوفوا الابن ديالي ادم ومالك كيشوفوا داك الشيء وداك العنف اللي تاخذ ضدي انا. واخا درتي شهاده طبيه؟ داك الساعه بقيت كنبكي. درت شهاده طبيه. قدمتي الشكايه؟ قدمتها مؤخرا، ما قدمتهاش داك الساعه. مؤخرا عاد قدمتها. واخا اختي دابا هذا الاعتراف ديال الدين هذا شنو واش الاعتراف بدين؟ انا خويا هو منين بقى كيجرني كيقول لي يا اختي اجي تسكني معانا وهذا. انا كنت دايره واحد سلف من البنكه كريدي من البنكه، كنت واخداه، كنت قريبه غادي يوجد لي. بقى هو كيهضر مع المديره ديال البنكه وكيقول لها غير ساعديها، هي راه غتاخذ واحد الشقه هي والراجل ديالها وهذا. انا 10 المليون كان عندي مليون د الكريدي في البنكه، بحال اللي طلبت لي داك السيده داك المديره ديال البنكه 11 مليون غيخلص لي الكريدي اللي باقي فيا، و10 المليون غتبقى لي في الكريدي. هو كان عنده كريديات بزاف، كان عنده شيكات مسنيين بالحمار، وكانت عنده مراته عندها شيك مسني بالحمار وقال لها فيها 5 المليون. هو فين كاين كريديات بزاف غارق. قال لي اختي انت ما غتستافديش من هذا الكريدي اللي خديتي، دابا انت غتشديه غتحطيه في البوسطه، حيت انا كنت ساين واحد الفلوس غتجيني واحد لاسيرونس. كنت عرضت واحد الحديث انا والزوج ديالي، كنت كنساين واحد لاسيرونس تخرج لي ونزيد شي على 20 نشري شي ابارطومون ب 17 ولا ب 15. المهم غير نتهز من داك البلاصه اللي انا فيها ما عجبانيش. المهم قال لي اختي ما غتستافديش من هاد الفلوس هادي، عطيها لي نقاد بها الكريديات ديالي، وها انت غتستافدي بالسكنه عام، منها وليداتك غيرتاحوا وغادي ترباو تربيه حسنه. راجلك ما كاينش، من غيجي الراجل ديالك غنعطيك اديت لك داك الامانه ديالك وغندير معاك اعتراف بدين. يعني انت بان لك غادي تسكني
وغتبقى لك فلوس وغتبقى لي فلوسي محفوظه، وهو السيد غادي يقاد الامور ديالو. هناك انت وليداتك في غياب الراجل ديالك اللي في الصحراء. وانا تخفت عليه، هو عنده المشكل ديال الكريديات، قلت انا اقاده الكريديات ديالو حنيت على خويا، والسبب كله كيرجع للزوجه ديالو. الزوجه ديالو كطيح لي على رجلي كتقول لي حنا غارقين لشوشتنا، وهي قالت لي انا اللي غنضمن وانا اللي عندي المشكل، وخوك وهذا وخوك راه ما غياخذ، وهو غيدير اعتراف. وكانت غدير لي هي الاعتراف بيدين، ولات شنو دارت؟ تفاجات بالاعتراف بيدين بالله هو اللي دايرو بالاسم ديالو. الاعتراف بدين غير فيه غير الاسم، ما فيه لا رقم البطاقه الوطنيه لا حتى حاجه. ها هو قدامي، ما فيهش الرقم البطاقه ديالو، فيه غير الاسم ديالو، وفيه المبلغ على انه غادي ياخذوا نهار 30 في شهر 7 غيردوا لي غيردوا لك، ولكن خداه هو نهار 15 في شهر 6 2003 وغيردوا لك بتاريخ 30 7 2024. ولكن راه ما كاينش الرقم البطاقه الوطنيه. انا ما شفتش، انا داك الاعتراف بيدين انا ما شفتوش. انا قال لي غندير اعتراف بيدين حتى عطاتو الفلوس وعطاني الاعتراف بيدين. انا تا وليت قررت داك الورقه ما لقيتش انا لو سيدي د لاكارت ديالو، نيميرو د لاكارت ديالو، نيميرو د لاكارت ديال ناسيونال ديالو. داكشي تفاجات فيها ما كايناش نيميرو د لاكارت ناسيونال ديالي. منين قلت له قال لي هذا الاعتراف راه موثوق وراني مقاليزيه في الدائره. صافي شديته، حتى انا درت الثقه في خويا، مما ادعى بيا انني منين عطاتو الفلوس ديالو دوز عليها واحد السيمانه ولا جوج سيمانات على ما داز العيد، ولا السيد كيعنفني وكيعنف الاطفال ديالي، بحال اللي تيقول لي صافي انا راني قديت الامور ديالي، انت ما بقيتيش صالحه، انت ما بقيتيش باغيينك، بحال اللي انا باش نشوف انا داك العنف وداك الشيء نهز حويجاتي ونخرج. انا هاد السيد انا خلف لي في اضرار، انني هنا عنفني في الصحه ديالي، وانني عنفني قدام الاطفال ديالي وعنف الاطفال ديالي، وتسبب من هذا المبلغ هذا، وهذا هو اللي تسبب لهذا السيد هذا اللي نصبوا عليه خويا اللي هو عماد، نصبوا عليه وداروا عليه هاد التهمه هذه، مما ادى بها هو مسكين هو ولا مشالت له الرجل ديالو. دابا انا النفسيه ديالي مدمره من ثقه خويا على خويا وعلى المبلغ ديالي اللي خداه لي وضحك عليا وشردني انا والاطفال ديالي. واخا اختي دابا النداء ديالك من دابا اختي؟ انا النداء ديالي انا كنطالب بالحق ديالي يرجع لي، طالب فلوسي. السي عبد الله الناهي السي الداكي، انا كنطالب الحموشي وكنطالب وعبد الله الناهي وكنطالب الداكي يدخلوا في هذا الشيء هذا. انا بغيت المبلغ ديالي، الفلوس ديالي اللي انا ضعت فيها، اللي خديتها غير كريدي وغنأدي بها 7 سنين من عمري، 35 يوم 35 ألف ريال في الشهر غنأديها لمده 7 سنين وانا ما مستافداش بها. هنا وشنو خديت من الاخ ديالي؟ خديت منه العنف، ضربني وضرب الاخ ديالو وطيح عليه تهمه هو والزوجه ديالو اللي هو مسكين ما دايرهاش. وانا بكامل القوى العقليه ديالي كنقول هاد الهضره هادي، لان هاد السيد ما يمكنش يدير. هاد السيد مصلي متدين كيخدم على مهمته، كان شارط عليه كل شهر كل سيمانه كيحط 8000 ريال ديال الاخ ديالي اللي مسكين اللي كيخدم غير في الصباغه، كان شارط عليه كل سيمانه كيحط 8000 ريال ديالو بالسيف، مسكين كيحط 8000 ريال في السيمانه كيحطها مبلغ على قبل على قبل المصروف. وشرط عليا انا، قال لي منين تجي غنستافد انا من الفلوس ديالك وغتسكني مده عام، وقال لي شرط عليا كل شهر، قال لي غتحطي 1000 درهم. كنت كنحطها كل شهر 1000 درهم، كنقول ماشي مشكل غير تكون راحتي النفسيه ونكون انا مع ميمتي ومع خوتي. يعني 1000 درهم فيها السكن وفيها الماكل. فيها الماكل، حيت هو استافد بالفلوس. قال لي انت ما غاديش تخمم شي حاجه. واخا اختي تا ولينا لقينا هذا الحدث حنا طحنا فيه. دابا حنا عرضه للتشرد، لا انا لا الاخ ديالي لا الام ديالي لا الاخت ديالي حتى هي صغيره. واخا اختي شكرا. معنا الاخ يوسف، الجوج ديال الرجاء، واش غتقول لنا سي يوسف؟ السلام عليكم. الاسم ديالي يوسف السامري، كنسكن في مدينة فاس، متزوج بالسيدة رجاء، حي ديال سابر الورد. بغيت نهضر على هذا الشيء اللي وقع لي مع الزوجة ديالي. هذا السيد الاخ ديالها اللي مش غادي نقول لك عنف الاخ ديالو وعنف الزوجه ديالي. انا كنت خدام في الداخله، حتى كان تعيط لي الزوجه ديالي، عيطت لي قالت لي راني غادي نطلع نسكن مع خويا في حتى شدوا الدراري العطله، شدوها في ديك شهر 8. قالت لي غادي نطلع لعند الاخ ديالي نسكن معاه. قلت لها ماشي مشكل، سيري طلعي سكني معاه، ماشي على اساس ماشي تسكن معاه، شوف بعدا تسيي الامور واش ترتاح ولا ما غاديش ترتاح.
منين طلعت تما سيدي جلست معاهم واحد المدة قصيرة، قالت لي راه الأخ ديالي راني درت واحد الكريدي، كانت ناوية تشري به شي دار لوليداتها، قالت لي راه وقف عليا، قالت لي عطيني القدر ديالو 10 ديال الملايين. قلت لها المهم انت تشوفي كيفاش، واش يدير معك شي حاجة، واش يدير معك شي وثيقة ولا غتقبضي وتعطيها له. قالت لي راه قال لي غادي يدير معايا واحد الوثيقة وغادي يعطيها ليا ديال اعتراف بدين. ديال الاعتراف بدين. هذا هو اللي كاين. وهذا السيد هذا هو رجل امن كيخدم في البوليس. حنا ما هذاك الاعتراف بدين ما انا بحال اللي ما عليناش، ماشي مشكل. المهم ملي دازت الواقعة انا جيت هو بدا كيهدد الزوجة ديالي والابناء، كيقول لها بان هذا السيد هذا انا غادي نذبحك نتيا وولادك. اضطريت انا نجي. دابا راني حاليا في مدينة فاس، وهذا السيد هذا ما كنطالبوا السي الحموشي والسيد عبد الله النبوي والسيد داكي بانه هو راه بحال اللي واش هو فوق السلطه. ما فهمتش انايا هادشي كيفاش. ودابا انا راني خايف على الابناء ديالي وخايف على ديك الفلوس اللي عطاتها الزوجه ديالي لهذا السيد هذا، وكنطالبوا من القانون يتخذ المجراه، وما ما كاين حتى شي واحد فوق السلطه. وعاش الملك والله ينصر سيدنا، وحنا كنبغيو الحق ديالنا يتخاذ. وهادشي اللي كاين. السلام عليكم. متابعين تواصل 24 نيوز، كان اتصال بالقناة تواصل 24 نيوز للحضور لهاد العائلة هذه اللي عندها هذا المشكل. يعني كنطالبوا الجهات المسؤولة وبالضبط المسؤول الأول على الأمن هو السيد مدير العام الأمن الوطني. حنا كنعرفوا على أن السي الحموشي راه ما كيتعاطقش بحال هاد الملفات. هذه شهادة السيد المدير العام الأمن الوطني، نطالبوا بأنه يتدخل شخصيا في هذا الملف هذا. شكرا.